الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا مسجد الفتح يرحب بكم. تعريف مسجد الفتح: هذا المسجد بني وافتتح يوم الجمعة 26 شعبان 1389 هجري، الموافق 7/11/1969، ومن ذلك الوقت وهو يقوم بدوره بإذن الله سبحانه وتعالى على أكمل وجه. تداول عليه كثير من المشايخ رحمهم الله، أمثال الشيخ مصطفى الطرابلسي والشيخ محمود الديباني والشيخ حامد بادي والشيخ محمد حسن يوسف رحمهم الله جميعا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. يقول المولى عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فحفظ كتاب الله اصطفاء من عند الله سبحانه وتعالى، وفيه طلبة كثيرون تموا حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى لأنهم التزموا وجاءوا برغبة صادقة وحافظوا على العلاقة بين المحفظ والطالب، وبين المحفظ والطالب والمصحف، وبين مركز التحفيظ، وبين أولياء الأمور. لكن لا بد من الاهتمام. بماذا؟ اهتمام بالمصحف. المصحف يعني أقول طلبة عندما تبدأ بمصحف لا تغير المصحف، لأن رسم المصحف يساعد على الحفظ. رسم المصحف، مواقع الآيات تساعد على الحفظ. كذلك النظام في الحفظ، النظام في المراجعة، النظام في توسيع الوقت. فيجب أن نحافظ على كتاب الله ونحفظه، نتدبر معانيه ونعمل به بقدر الإمكان. نعمل به. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خير لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن.